ألذ طريقة تعملوا بيها الرز باللبن بمكون واحد بس، هيبقى زي بتاع بره واحلى كمان. بس قبل ما نبدأ اتمنى تعملوا اشتراك ولايك وشير، ويلا بينا نبدأ. في العادي لكل نص كوباية من الرز لتر من اللبن، في حالة انكم حابين تقللوا الكمية. مقاديرنا بقى: كوباية من الرز، 2 لتر من اللبن، باكت كريم شانتيه هنضيف عليه معلقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح، وهو ده المكون السري. نقدر نستبدلها بكوباية كريمة خفق او نص كوباية حليب، والنص التاني يبقى قشطة بديل للكريم شانتيه. بس طبعا الكريم شانتيه اقتصادي جدا، اللي متوفر عندكم حطوه. ربع كوباية من السكر، والسكر هنا زي ما انتوا عاوزين. كوبايتين من المية، 3 معالق كبيرة من النشا، هنضيف عليها نص كوباية من الحليب. هنقلب كويس جدا، مهم جدا ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنجيب حلة ونضيف عليها كوباية الرز والمية، وهنعلي النار لحد ما يغلي، لحد ما الرز يبدأ يتشرب معانا المية دي. طبعا نفضل نقلب، هنلاقيه بدأ يطرى معانا، وطبعا هيكون استوى نص سوا مش سوا كامل. وهنا لاحظوا ان الرز هيشرب المية ولكن مش معجن، ودي مهمة جدا. طيب الرز بتاعي اتشرب المية كويس، بعد كده هطفي النار علشان ازود النشا وما يكلكعش معايا، وازود الكريمة واقلب اي تكتلات هتبقى موجودة. بعد كده ارفعه على النار يبدأ يكمل سوا. هنطفي النار وهبدأ ازود اللبن، وهزود عليه الكريم شانتيه، وهزود عليه السكر حسب الرغبة طبعا، وهزود عليه النشا واللبن. وطبعا نقلب كويس جدا، نتأكد ان الرز اندمج مع اللبن كويس قوي. نقلب تقليبة كويسة جدا علشان ما يبقاش في حاجة مكلكعة. بعد كده نفتح عليه النار على نار متوسطة، هيغلي معانا بالتدريج. خد معايا بالظبط 20 دقيقة. طبعا ايديكم ما تسيبوش خالص، تقلبوا فيه كل شوية. وطعمه يا جماعة كان رهيب بجد، لازم تجربوه يا جماعة. كان في خناقة بجد على الرز باللبن ده، وما شاء الله الكمية دي عملت معايا كمية كبيرة. متأكدة انه هيعجبكم. هنا انا بوريكم سمكه، السمك بتاعه مظبوط. طبعا في اطباق معايا بردت وبدأت تكون طبقة كده كريمية من فوق، كده طبقة زي القشطة، بنقول عليها قشرة. رهيب وكريمي جدا وطعمه حلو قوي بجد. بصوا رهيب يا جماعة. جربوه، متأكدة انه هيعجبكم. اظن مفيش اسهل من كده يا جماعة. يلا بقى اعمليه في البيت وما تشتروش من برا تاني. طبعا التزيين ده بتاعكم بصراحة، من غير اي حاجة كان تحفة. تقدروا تضيفوا قشطة، تقدروا تضيفوا زبيب، تقدروا تضيفوا جوز هند، تقدروا كمان تدخلوه الفرن على فكرة ياخد وش، هيبقى حلو جدا برضو. تقدروا تضيفوا عليه صوص شوكولاتة، تقدروا تضيفوا عليه صوص كراميل. طبعا هنا انا قلت هدوق معلقة بس، يعني معلقة جابت التانية، جابت التالتة، جابت الطبق كله يعني. هاخد الطبق ده بقى. طبعا صوص الكراميل ده عاملينه مع بعض، اسيب لكم الرابط تحت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.
وبألف هنا.